عايزة أنقل أمي من قبرها، لأنها من ساعة ما ماتت وهي بتجيلي كل يوم في المنام وبتطلب مني أعمل كده، والسبب محدش ممكن يتخيله أبدا. بالله عليكم اسمعوا قصتي لحد النهاية وساعدوني أشوف حل في اللي أنا فيه ده. وقبل ما ندخل في موضوع حلقتنا النهاردة، يا ريت كلنا نصلي على الحبيب المصطفى في التعليقات تحت عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. صاحبة مشكلة النهاردة بتحكي وبتقول: أنا متجوزة وعايشة الحمد لله مع جوزي وأولادي حياة مستقرة. قبل ما اتجوز أنا عشت طفولة صعبة جدا في بيت أهلي بسبب عنف أبويا مع أمي. زي ما بقول لكم كده، أنا معايا أخ وأخت صغيرة، إحنا 3 إخوات. عشنا في بيت واحد فترة طويلة مع أبويا وأمي لحد ما أبويا قرر إن هو ينفصل عن أمي. وبصراحة كان سبب القرار ده كانت والدتي، لأن فعلا كان أبويا بيعملها معاملة صعبة جدا، كان دايما ما بتفهمش، كان حياته كلها ضرب وعنف وسباب وشتيمة وإهانة وكل حاجة وحشة ممكن تتخيلوها. وعشنا في البيت ده بالشكل ده، وفعلا الموضوع كان مؤثر عليا أنا وإخواتي بسبب عنف أبويا مع أمي. بعد مشاكل كتير وبعد غضبات كتيرة، أمي قررت تنفصل عن أبويا، وكمان أهلها شجعوها على كده. ما استحملتش العيشه دي، لدرجه وانا صغيره كان دايما كل تفكيري ان ده الطبيعي، ان الراجل بيتعامل كده مع مراته. وكان عندي عقده وفوبيا من الجواز، وخدت قرار الجواز بعد فتره طويله، بس الحمد لله ربنا كرمني بزوج صالح وكمان محترم وودود جدا معايا وبيعاملني بموده ورحمه. بس كان عندي يعني قعدت فتره طويله متخيله ان ده الطبيعي بين الازواج، وان انا كنت خايفه اتجوز وجوزي يعاملني بنفس معامله امي. بعد ما امي انفصلت عن ابويا راحت اتجوزت، وكمان والدي راح اتجوز، وفضلت حياتنا ما بين ابويا وامي وكمان جدتي، وعشنا واستقرينا عند جدتي اطول وقت. بصراحه من ساعه ما امي اتجوزت وهي بتعاملنا احسن معامله، عمرها ما قصرت معانا، عمرها ما قصرت في حقنا. كانت دايما بتجيلنا وبتزورنا وبتعملنا كل اللي نفسنا فيه، وكنا ساعات اوقات بنروح نقعد معاها كمان، وعمرها ما قصرت في حقين ابدا. واحنا عمرنا ما كرهناها ولا حسينا انها بتاثر، لان هي فعلا كانت مظلومه في الجوازه من والدي. عادت السنين والايام وكان امي خلفت من جوزها الجديد بنت، واصبح عندنا اخت بس من الام. ومشيت الحياه على كده لحد ما فجاه امي جالها مرض وحش، وفضلت تعبت كتير جدا، وفضلت تنازع عن المرض. وكلنا انا واخواتي، حتى اختي اللي من امي كمان اتجوزت وبقى عندها بيت. ومن وقت ما امي مرضت انا واخويا واختي الصغيره شايلينها على كفوف الراحه، وعلى قد ما بنقدر بنساعدها وبنخدمها وبنشوف طلباتها بسبب مرضها الشديد ده. وعمرنا ما قصرنا معاها، وكنا اغلب الوقت بنجيبها عند جدتي في البيت عشان نقدر نرعاها ونقدر نكون معاها. لكن بنتها التانية اللي من جوزها الجديد ما كانتش بترعاها قد كده، وكانت دايما هي كانت ساكنه في محافظه بعيد اصلا عن المحافظه اللي احنا عايشين فيها، وكانت ظروفها ما بتسمحلهاش ان هي تيجي كتير، وكانت مقصره جدا مع والدتي. حتى احنا كنا مدركين ان الام مهما بعدت المسافات والطريق، بس كانت مقصره واحنا كنا بنساعدها لحد ما قضاء ربنا نفذ وامي توفت. ومتوفيه دلوقتي بقالها 40 يوم، وقبل ما تتوفى كانت موصيه ان هي تدفن في مقابر والدها، وكانت موصياني انا واخويا واختي، موصيانا بالموضوع ده ومأكده علينا ان هي لازم تدفن في المكان ده، مش عايزه تدفن في المحافظه التانيه اللي تبع المقابر التانيه. وكانت رافضه تماما ووصتنا بالموضوع ده. ولما امي توفت، اختي وقتها ساعه الدفنه قررت وصممت وركبت دماغها ان امها وامي مش هتندفن غير في المكان التاني. وهي قلت لها، حاولنا انا واخواتي نفهمها ان هي وصت بده، ما ينفعش ان الميت يكون موصي على حاجه واحنا ما نريحوش. هي طلبت تدفن في المكان بتاع قبر والدها، من فضلك ساعدينا ان احنا نعمل ده. رفضت تماما وقعدت تزعق وتهيص وصوتها عالي، واحنا من خوفنا من شكلنا، من كتر ما احنا خوفنا من شكلنا في ان احنا نتخانق قدام الناس في الشوارع وفي وقت الدفنه، وكنا عايزين دفنه امي تمشي في سلام وفي خير، من غير صويت وصريخ ومن غير مشاكل ومن غير اي حاجه. وفي الاول وفي الاخر كلنا اخوات. بصراحه سكتنا وكنا مستائين جدا، ومشينا حالتنا النفسيه تعبانه جدا، ومشينا ورا اختي خوف من صوتها وخوف من المشاكل، وقررنا ان احنا فعلا هندفنها مكان ما اختي قالت، وما اتدفنتش مكان ما هي وصت امي.
فمحنا من وقتها واحنا متضايقين. وطبعا بعد وفاتها لما بنروح نزورها زي ما انتم شايفين الدنيا غاليه وكلنا معانا اطفال وبنتبهدل في المواصلات في المروح وفي المجاي، غير ان احنا بيقابلنا مشاكل هناك في قلنا وقالوا وكلام وعك كتير وحاجات من دي، والموضوع بقى عبء علينا والموضوع صعب، خصوصا ان هي بقت بتجيلي في المنام وبحس دايما ان هي بتعيط ومخنوقه، واوقات بتلومني انت ليه ما دفنتنيش، وقصص مشابهه للحاجات دي، وبقوم معيطه ومتضايقه ومخنوقه. كمان اخويا حلم بيها بحلم بنفس الشكل، ان هي يعني بتحكي وبتقول انتوا ليه ما دفنتنوش مكان ما انا وصيت. فالموضوع بقى في خنقه كبيره علينا جدا، واحنا قررنا ان احنا ننقلها، وعدى على وفاتها 40 يوم وخلاص خدنا قرار، حتى لو حصل مشاكل حتى لو حصل خناقات او اي حاجه احنا هننقلها من المكان ده وهننفذ وصيتها وندفنها في مقابر والدها. فده فعلا صح ولا لا؟ يا ريت تساعدوني، هو حلال ولا حرام اللي انا بعمله ده؟ بجيب مشاكل ولا لا؟ والحاجه التانية اللي انا عايزه اسال فيها، ان انا دايما مخنوقه وحاسه ان انا دايما بعيط من جوايا، والحاله دي بقالها 4 سنين مثلا مسيطره عليا. بصلي متقطع وبقرا قران ودايما بستغفر كتير، ان لما بيحصل لي الحاله دي لدرجه ان دايما بيجي لي يعني حواجز في دماغي ان انا عايزه اقوم ارمي نفسي من البلكونه، عايزه انتحر، فكره الانتحار مسيطره عليا، مش عارفه اعمل ايه. يا ريت تساعديني برضو اعمل ايه في الموضوع ده. دايما حاسه ان انا منهاره وبعيط حتى من جوايا، مخنوقه، في حاجه دايما على قلبي، على الرغم ان انا ما عنديش مشاكل كتير او ما عنديش مشكله بعينها تعباني او منغص عليا عيشتي يعني في حياتي، بس دايما بحس الاحساس ده. يا ريت تساعدوني اعمل ايه. طيب احنا دلوقتي سمعنا المشكله الموجوده معانا. انا عايزه اقول لك انت المفروض كنتي تسالي حد يعني من رجال الدين في النقطه دي، بس انا عندي خلفيه عنها. فكره ان احنا ننقل ميت من قبره دي لا تجوز الا للضروره. في حاجات ضروريه ان هي ممكن ننقل الميت من قبره، لكن في العام كده ان احنا اصل امي بتجيلي في المنام، اصل امي وصت. طيب معلش، انا امك وصت واديت الوصيه، ليه وقتها اختك لما خفتي من صوتها وخفتي من المشاكل وخفتي من الحاجات دي كلها وحبيتي العزاء او الدفنه تمشي في سلام، ليه ما جبتيش حد كبير من العيله يتكلم معاها بالراحه ويفهمها ان لو بتحب امك وصت بالمكان ده، ووصيه الام ينبغي ان هي تتنفذ؟ ليه ما حاولتيش بالهدوء ان انت تسيطري على الموضوع؟ يعني احنا لازم نعقد العقده وندور لها على حل. دلوقتي انت عشان شفتيها في المنام، طب ما هو كده نفس الفكره، يعني انت كنتيش عارفه ان المكان بعيد وفي مواصلات وفي بهدله، ما كنتيش عارفه ان ده هيحصل؟ طيب ايه اللي جد من بعد مثلا ما قلتي اختي، يعني اختك برضو لسه زي ما هي على موقفها، ايه اللي جد بقى؟ المنام والاحلام والكلام ده؟ لا يجوز نقل الميت من قبره الا للضروره. ايه الضروريات مثلا؟ يعني مثلا ان مكان المقابر ده هيبقى مثلا مكان عام، هيبقى طريق اسفلت، وقتها مثلا الجهه المسؤوله بتيجي بتخبر يا جماعه احنا هنعمل المكان ده مش هينفع، لازم ضروره نقل المقابر. السبب الثاني مثلا ان المكان ده نشع ميه، غرق ميه، طبعا في الوقت ده يبقى في ضروريات ان احنا ننقل المقابر او نغير اللي هو الجثمان يتنقل في مقابر تانية، دي الضروريات. لكن ان احنا ننقل عمال على بطال علشان حلم او عشان حاجه، لا، انتوا عقدتوا العقده من الاول، خلاص مامتك اتدفنت ادعي لها بالرحمه. فكره كمان ان انت بتقولي متوفيه بقالها 40 يوم، ما ينفعش بكل الطرق وكل الاحوال ان الميت يتنقل من قبره قبل سنه، حتى تتاكدي من نقطه الفناء، يكون مثلا الجسم خلاص يعني اتحلل وخلاص نقطه الفناء تمت. لكن ان احنا 40 يوم حرام جدا طبعا، ولا يجوز ان انت تنقلي مامتك بالشكل ده وخلال 40 يوم. وعايزاكي تهدي كده وتستهدي بالله، وممكن فكره ان هي بتجيلكوا في المنام او ان هي بتجيلكوا في الاحلام من كتر ما الموضوع مأزمكم نفسيا، من كتر ما الموضوع مضايقكم وانتوا حاسين ده، لكن خلاص انتوا العقده اتعقدت في الاول، مش هندور عليها على حل، لان كده مفيش، حتى المشكله ما اتحلتش ما بينك وبين اختك. لو كان دلوقتي قادره ان انت تعملي ده كان ممكن تقدري بقى تعمليه في الاول، وبرده اختك غضبانه ومش موافقه عن الموضوع. لكن لا يجوز باي شكل من الاحوال في خلال 40 يوم تنقلي مامتك، وكمان مفيش ضروره كبيره شديده ان انت تنقلي الميت من قبره، الميت ليه حرمته في المكان بتاعه. فده كان اول تفسير ليا في اول حل للمشكله. بالنسبه
بقى لسؤالك التاني، ان انا عندي دايما خوف وعندي فكره الانتحار مسيطره عليا وعايزه اموت نفسي وعايزه انتحر واكني بعيط من جوايا والحاجات دي كلها. طبعا انا انصحك بان انت تروحي لدكتور او طبيب نفسي، لان انت وارد يكون عندك مشكله نفسيه، وارد يكون عندك وسواس قهري. دي اول حاجه انا بطلبها منك. تاني حاجه الاصطلاح مع ربنا عز وجل، ان انت لازم تكوني مواظبه على الفروض الخمسه، مواظبه على الصلاه، ما ينفعش تقطعي. يعني انت بتقولي مقطعه، الصلاه هتفرق معاكي كويس جدا وهتحسسك بالطمانينه والسلام النفسي، وتبعد عنك اي مشاكل خوف وقلق واكتئاب والمشاكل دي كلها. لازم تكوني محافظه على ورد من القران، ورد من الاستغفار، اذكار الصباح والمساء. الحاجات دي كلها هتحسسك باصطلاح مع ربنا عز وجل، وهتخليكي دايما حاسه في راحه نفسيه جواكي. طبعا بعد ما تلجئي للذهاب الى طبيب. لكن القران شفاء، لكن الطبيب علاج. الاتنين دايره بتكمل بعضها. احنا ناخد بالاسباب ونتوكل على ربنا سبحانه وتعالى. لكن ان احنا نقول نلجا للقران صح جدا صح جدا، لكن لما يكونش عندنا مشكله نفسيه او مشكله تستدعي الذهاب الى طبيب ونتغافل ده ونقول حاجه هنعملها او نذهب للقران وخلاص، لا. انت عندك مشكله، ممكن يكون عندك الطبيب المختص او الطبيب المعالج هو اللي يحدد عندك وسواس قهري، عندك مشاكل ايه، بتتبعي معاه جلسات، بتتبعي معاه ادويه، طبعا لجانب الحفاظ على اصطلاحك مع ربنا. الصلاه، تقري قران، تلجئي للحاجات دي كلها. هتحسي بخوف، هتمنع عنك احساسك بالخوف، هتحسي بالطمانينه بالارتياح. ده كان محلي المشكله الموجوده، المشكلتين الموجودين معانا. يا ريت يا جماعه لو حد بيشوف الفيديو يكتب لها برده تحت في الكومنتات تحت الفيديو اللي انا بقوله صح ولا لا، حابين تضيفوا اي كلام على الفيديو ولا لا. واستنوني ان شاء الله باذن الله مع مشكله جديده في حلقه جديده. السلام عليكم.